الحكاية بتبدأ في يوم شمسه حامية قدام فيلا فخمة جدا بتخطف العين. بتوصل ميلي وهي شايلة جواها هموم تهد جبال. ميلي كانت محتاجة الوظيفة دي كأنها طوق نجاة. دخلت البيت وقابلت نينا وينشستر، الست اللي بتمثل الرقة والشياكة. نينا مسكت السيرة الذاتية السي في وبصت لميلي بنظرة فحصة، وقالت لها باستغراب: يا بنتي، ده انتي خريجة جامعة بتقدير ممتاز، ومؤهلاتك دي تفتحلك أبواب شركات كبيرة. ايه اللي يخلي واحدة زيك تختار تبقى مدبرة منزل وتتعب نفسها في شغل البيت والطبخ؟ ميلي اللي كانت مجهزة الرد قالت بنبرة واثقة: الحكاية مش حكاية مؤهلات يا فندم، أنا بعشق المطبخ وبحب الأطفال جدا، وبحس براحتي في تنظيم البيت أكتر من أي مكتب. نينا بدأت تبتسم ببرود وفرجتها على صورة بنتها سيسي، وقعدت تحكي لها إن البنت دي هي كل حياتها، وخدتها في لفة جوه البيت اللي كان عبارة عن تحفة فنية. نينا قالت بفخر: جوزي أندرو هو اللي صمم كل ركن هنا، رغم إنه شغال في البرمجيات ووارث الشركة عن أبوه، بس هو مهووس بالنظام. كل حاجة لازم تكون في مكانها بالملي. وكشفت لميلي سر صغير وقالت لها: أنا حامل في شهوري الأولى ومحتاجة مساعدة، بس أندرو لسه ما يعرفش، عاوزاها تبقى مفاجأة. في نهاية القعدة نينا ادت لميلي $20 وقالت لها: ده حق مشوارك، ولو استقريت عليكي هكلمك. ميلي وهي خارجة كانت بتكلم نفسها بوجع: أكيد مش هتكلمني، دي لو فتشت ورايا هتعرف إن السي في ده كله تأليف في تأليف. الحقيقة المرة إن ميلي كانت عايشة في عربيتها، ما عندهاش سقف يداريها، والسبب إنها لسه طالعة من السجن وبتقضي فترة إطلاق سراح مشروط لمدة 5 سنين، وأي غلطة هترجعها ورا القضبان. تاني يوم الصبح صحيت على خبط ضابط على شباك العربية وهو بيزعق: النوم هنا ممنوع يا أستاذة، شوفيلك مكان تاني. وفي قمة يأسها رن تليفونها، كانت نينا: تعالي يا ميلي، انتي استلمتي الشغل من اللحظة دي. ميلي راحت البيت وهي مش مصدقة، بس أول ما دخلت لقت الدنيا مقلوبة. البيت اللي كان بيلمع بقى مزبلة ومتبهدل بشكل غريب. نيلة كانت بتجري في كل حتة وهي متوترة وبتحضر كلمة لمدرسة بنتها، وقالت لميلي: نظفي انتي، أنا مشغولة جدا، وغطست في أوضتها. بالليل رجع أندرو معاه سيسي، ولما نينا عرفته بميلي ملامحه اتغيرت للحظة وكأنه اتفاجئ، بس سكت ورحب بيها بذوق وهدوء. ميلي طلعت أوضتها اللي في الدور العالي ولقت الصدمة: الأوضة مفيش فيها مفتاح من جوه، والشباك عبارة عن لوح إزاز ثابت ما بيتفتحش. حست أنها في زنزانة تانية، بس سكتت عشان لقمة العيش. تاني يوم الصبح الكابوس بدأ. ميلي صحيت على صوت تأثير وصراخ في المطبخ. نزلت لقت نينا في حالة هياج عصبي وبتقول لها بغل: فين الورقة اللي كتبت فيها الخطاب بتاعي؟ انتي اللي ضيعتيها يا كدابة. ميلي حلفت 100 يمين إنها ما لمستش حاجة، بس نينا كملت جنونها وهددتها بالرفض. في اللحظة دي دخل أندرو وبكل هدوء طبطب على نينا وقال لها: يا حبيبتي، الورقة على اللابتوب، نطبعها تاني والموضوع يخلص. نينا هديت فجأة واعتذرت له ودخلت المكتب. أندرو بص لميلي بعيون كلها أسف وقال لها: أنا بعتذر لك جدا على عصبيتها، خليني أساعدك في لم الإزاز ده. ميلي بدأت تشعر إن أندرو ده ملاك ومظلوم مع الست المختلة دي، وبدأت تحس بإعجاب ناحية أندرو وناحية وسامته وشخصيته القوية. وهي طالعة ترمي الزبالة قابلت أنزو البياني الإيطالي، اللي أول ما شافها سألها باستغراب: بتعملي إيه هنا؟ قالت له: بشتغل. أنزو لمح نينا بتراقبه من ورا الستارة، فوشه اتقلب وقال لميلي جملة رعبتها: انتي مكانك مش هنا، المكان ده خطر عليكي. وسابها ومشي. بالليل أندرو طلب من ميلي تتعشى معاهم لأن نينا تعبانة، وميلي بدأت تدخل في مود العيلة. وصحيت تاني يوم وهي بتحلم بأندرو، وبدأت الأفكار تروح لمناطق خطر. يوم السبت إجازة ميلي، نينا حاولت تمنعها تخرج بحجة إنها محتاجاها، بس أندرو تدخل وقال من حقها ترتاح وسمح لها تمشي. ميلي راحت لضابطة المراقبة اللي حذرتها وقالت لها: لو خسرتي الشغل ده هترجعي السجن، لازم تستحملي أي حاجة. لما رجعت القصر لقت والدة أندرو ست حادة وكأنها من العصور الوسطى. بصت لميلي باحتقار وقالت لنينا: إزاي سايبة المربية بتاعتك تلبس اللبس ده؟ ده قلة أدب. نينا حاولت تغير الموضوع،
بس بالليل لما لقت أندرو جاي صوبي عربي يتفرج على التلفزيون مع ميلي، دخلت زي العاصفة وقالت لميلي هاتي التليفون اللي اديتهولك وانتي مطرودة من هنا. ميلي قعدت تعيط وتتوسل لها إنها محتاجة الشغل عشان ما تتسجنش، فنينا وافقت تديها فرصة أسبوع واحد بشرط تلبس لبس محتشم وتبعد عن أندرو نهائياً. في يوم نينا عزمت صاحبتها وميلي كانت بتقدم الشاي وسمعت هما بيتوشوشوا يا عيني يا أندرو مستحمل نينا ازاي بعد ما قضت 9 شهور في المصحة النفسية، ده حتى ما بيخلفوش بسببها، والست دي فقيرة وملهاش حد، لو سابها هتترمي في الشارع. ميلي انصدمت، ولما راحت تفتش في الحمام لقت أدوية ذهان وهلاوس قوية. زاد الرعب لما سمعت خناقة وصوت خبطة جامدة في أوضة نينا. راحت تخبط لقت نينا فاتحة الباب وفي إيدها حتة إزاز غرقانة دم. ميلي صرخت بتنادي على أندرو، بس هو ظهر وقفل الباب في وشها ببرود مريب. الصبح نينا طلبت من ميلي تحجز تذاكر مسرح وفندق لسهرة رومانسية، وطلبت منها تجيب سيسي من تدريب الباليه. وهناك مربية تانية حكت لميلي السر الكبير. نيني دي زمان حاولت تغرق بنتها سيسي في البانيو، والبوليس لحق البنت في آخر لحظة، وأندرو هو اللي أنقذ البنت ودخل مراته المصحة. ميلي بقت شايفة نينا وحش كاسر وأندرو ضحية. لما رجعت نينا انكرت إنها طلبت تذاكر مسرح، وقالت لميلي أنا هخصم تمن التذاكر من مرتبك لأنك حجزتيها من دماغك. ميلي انهارت لأن التمن كان مرتبها كله، بس أندرو هدى الموضوع وقال لميلي ولا يهمك أنا هعوضك. يوم السبت نينا أخدت بنتها وراحت معسكر، وأندرو استغل الفرصة وعزم ميلي على المسرح. لبست الفستان اللي نينا كانت مدياهولها هدية وقضوا ليلة في الفندق سوا، وميلي حست إنها أخيراً لقت الحب اللي بتدور عليه. الصبح رجعوا قبل ما نينا توصل، بس على الغدا نينا بصت لميلي باستمزاز الصفرة وقالت لها انت كنتي مسجونة 10 سنين بتهمة القتل الخطأ صح؟ وبصت لأندرو قالت له انت كنت عارف اننا مشغلين قاتل في بيتنا؟ أندرو مثل الصدمة وسكت. بعد الغدا نينا طلبت من ميلي تروح السوبر ماركت بعربيتها، وهناك ميلي قابلت صاحبة نينا اللي قالت لها التليفون اللي في ايدك ده فيه برنامج تجسس، نينا شايفة كل حركاتك وعارفة انتي كنتي فين بالليل. ميلي عرفت ان نينا كشفت ليلتها مع أندرو، وهي خارجة من المحل لقت البوليس في وشها انتي مقبوض عليكي بتهمة سرقة عربية نينا وينشستر. أندرو وصل وحل المشكلة وأخدها معاه وقال لها أنا بحبك ومليش دعوة بماضيتي. أول ما دخلوا البيت نينا كانت واقفة زي الشيطانة. لمي شنطتك يا ميلي، أنا هبلغ عنك إنك سرقتي فستاني كمان وهرجعك السجن تخلصي عمرك هناك. في اللحظة دي أندرو انفجر في نينا بصوت هز جدران الفيلا. كفاية لحد كده يا نينا، انتي مريضة ومؤذية، اطلعي بره بيتي فورا، أنا مش عاوز أشوف وشك هنا تاني، انتي طالق. ميلي كانت واقفة مش مصدقة إن أندرو ضحى بمراته عشانها. نينا مشيت وهي بتعيط وبتقول لميلي هتندمي يا ميلي، انتي ما تعرفيش انتي وقعتي مع مين. ميلي قعدت مع أندرو وحست إن الدنيا ضحكت لها، بس لما دخلت المكتب تدور على حاجة لقت مفتاح غريب. نزلت البدروم ولقت أوضة سرية مقفولة. لما فتحتها لقت ألبوم صور فيه صور لمربيات ومدبرات منزل كتير كانوا شغالين قبلها، وكلهم ليهم صور وهم مربطين ومحبوسين في نفس الأوضة اللي هي كانت بتنام فيها. ميلي حست ببرودة في جسمها لما لقت صورتها موجودة في آخر الألبوم ومكتوب تحتها الضحية الجديدة القاتلة. في اللحظة دي حست بحد واقف وراها. لفت لقت أندرو واقف وبنظرة عين ما فيهاش أي رحمة، وماسك في إيده مفتاح الأوضة وقفل الباب عليهم وقال بصوت واطي يرعب نينا ما كانتش هي المجنونة يا ميلي، نينا كانت هي اللي بتحميكي مني. في اللحظة اللي أندرو زعق لمراته نينا وطردها من البيت، ميلي حست بانتصار غريب، انتصار بطعم الدموع. وقفت تبص لنينا وهي بتلملم هدومها المرمية في كل حتة وقالت لها بلهجة شماتة واضحة تحبي أسعدك يا مدام نينا وجهز لك شنطة الهدوم ولا كفاية عليكي الفضايح لحد كده؟ نينا ما ردتش، كانت بتنهج وصدرها بيطلع وينزل من كتر الغل والحزن. بصت لميلي نظرة أخيرة خلت جسم ميلي يقشعر، وخرجت تجري ركبت عربيتها وطارت بيها ناحية البوابة. وهناك انطلقت منها ضحكة هستيرية عالية، ضحكة خوف على ضحكة راحة، كأنها كانت مستنية حد يشيل عنها الحمل ده. ميلي لفت لأندرو وقالت له بصوت ناعم أنا كده لازم أمشي يا أندرو، أنا كنت شغالة عند نينا ودلوقتي هي مشيت. أندرو مسك إيدها بقوة وحنية وقال لها تمشي تروحي فين؟ انتي من النهاردة مش شغالة،
انتي ست البيت ده، انتي الست اللي كنت بحلم بيها طول عمري. ميلي حست إن الدنيا ضحكت لها أخيراً، وبدأوا يعيشوا أيام كلها حب ودلع. أندرو كان بيعاملها كأنها ملكة، بس كان حب خانق، حب فيه نظام زيادة عن اللزوم. في صباح يوم مشؤوم، ميلي صحيت قبل أندرو بكتير، كانت عاوزة تفاجئه بفطور ملكي. نزلت المطبخ وفتحت النيش وطلعت الأطباق الخزفية اللي هي ورث عيلة أندرو، الأطباق اللي والدته حذرت منها وقالت إنها غالية جداً. وهي بتوزع الأكل بحماس، فجأة لمحت إنزو البستاني واقف ورا الباب الإزاز، كان بيبصلها نظرة مرعبة، نظرة تحذير كأن بيقول لها اهربي. ميلي اتخضت وصرخت، والصينية وقعت من إيدها والأطباق اتكسرت ل100 حتة. أندرو نزل جري على الصوت. أول ما شاف الخزف المكسور في الأرض ملامحه اتغيرت 180 درجة، البرود اللي في عينيه كان يرعب. تمالك أعصابه بصعوبة وسألها إيه اللي حصل يا ميلي؟ قالت له وهي بترتعش أنا أسفة، إنزو خضني. أندرو خرج طرد إنزو بمنتهى القسوة ورجع لها وقال ولا يهمك، جمعي القطعة دي في كيس وأنا حديها لواحد صاحبي بيصلح الحاجات دي. ميلي جمعت القطعة وادتها له. سألها بلهجة غريبة ليه ما غسلتيش الأطباق دي من الأكل والدم؟ قالت له خفت إيدي تتجرح. سكت وخد الكيس، وبالليل خدها يسهروا في الأوضة اللي فوق وفضلوا يشربوا لحد ما ميلي فقدت الوعي تماماً. الصبح ميلي صحيت لقت نفسها لوحدها في الأوضة، حاولت تفتح الباب لقت مفتاح القفل من بره مش موجود. افتكرت أندرو بيهزر معاها، نادت عليه بدلع أندرو افتح الباب بلاش هزار، بس الرد جاله زي الصعقة من ورا الباب. انتي غلطتي يا ميلي، والغلط عندنا في بيت وينشستر له تمن، انتي لازم تتعاقبي. وهنا بنعرف حقيقة نينا. نينا ما كانتش مجنونة، نينا كانت ضحية تانية، كانت أم عزباء فقيرة. أندرو أوقعها في شباكه واتجوزها وكان بيتحكم في كل نفس بتطلعه. حبسها في نفس الأوضة دي قبل كده بس عشان اتأخرت في صبغ شعرها، وطلب منها تقطع 100 شعرة من جدر راسها وتحطهم في ظرف. ولما تعبت وفقدت الوعي خدرها وغرق بنتها في البانيو عشان يلبسها قضية ويوديها المصحة. وده اللي حصل فعلا. نينا عاشت سنين بتخطط ازاي تهرب، وعرفت ان الحل الوحيد ان أندرو هو اللي يطردها، فعشان كده جابت ميلي عشان أندرو ينجذب ليها ويطرد نينا. وفعلا الخطة نجحت ونينا هربت بجلدها. أندرو وقف ورا الباب وقال لميلي بصوت فحيح انتي كسرتي أطباق أمي ل21 حتة وكمان ما عندكيش دم تغسليهم، ده عقابك. ورملها من تحت الباب قطعة خزف حادة جدا من اللي اتكسروا، وقال لها لازم تجرحي بطنك 21 مرة، وكل جرح يكون عميق يطلع دم، ولما تخلصي نبقى نتكلم في حريتك. ميلي صرخت فيه انت مجنون، أنا مش هعمل كده، وسابها ومشي. ميلي قعدت يومين محبوسة من غير أكل، والوجع والذكريات بدأت تطاردها. افتكرت لما دخلت السجن وهي صغيرة عشان دفعت عن صاحبتها من واحد غني ومغرور شبه أندرو، وقتها ضربته ومات، وبسبب نفوذ أهله لبست هي القضية. ميلي قالت لنفسها أنا مش هسمح لواحد زيك يدمرني تاني. بدأت تدور في الأوضة لحد ما لقت أداة حادة كانت مخبياها، وراحت جرحت نفسها بالخزف فعلا عشان تخدعه. ولما نادت عليه ودخل يشوف العقاب، ميلي هجمت عليه زي القطة الشرسة وغرزت الأداة الحادة في رقبته. ميلي خطفت تليفونه وجريت بره الأوضة وقفلت عليه هو القفل. أندرو كان بيخبط ويصرخ من الوجع والجنون، افتحي يا مجنونة. ردت عليه بنفس بروده لما تنفذ عقوبتك وتخلع سنانك اللي بتضحك بيها على البنات نبقى نتناقش في شروط حريتك. فتحت الكاميرا المتوصلة بالأوضة وشافته وهو بيتعذب، ونزلت المطبخ أكلت وشربت بمنتهى البرود. جابت كماشة وجركن بنزين وطلعت تاني له، رمت له الكماشة وقالت له اخلع سنتك القديمة دلوقتي. هو رفض، راحت صبت البنزين من تحت الباب وولعت كبريت. أندرو من الرعب خلع سنته فعلا، وهي شافت كل ده في الكاميرا وضحكت. في الوقت ده نينا كانت حكت لبنتها سيسي كل حاجة، وسيسي قالت لها يا ماما ما ينفعش نسيب ميلي، هي ملهاش ذنب. نينا اقتنعت ورجعت البيت بالليل عشان تفتح لميلي، بس أول ما فتحت الباب أندرو خرج زي الطور الهايج ونزل ضرب في نينا وميلي. في لحظة قوة مفاجأة ميلي زقته بكل قوتها من الدور التاني. أندرو طار في الهوا ووقع على دماغه في الصالة تحت ومات في لحظتها. نينا بصت لميلي وقالت لها اهربي بسرعة، أنا هقول إنه وقع وهو بيركب اللمبة والبوليس هيصدقني عشان عندي ملف في المصحة. وفعلا الضابطة اللي جت تحقق كانت عارفة بلاوي أندرو مع خطيبته القديمة وقفلت المحضر إنه حادث.
بعد شهر ميلي كانت بتعمل مقابلة عمل جديدة كمديرة منزل. الست اللي بتقابلها قالت لها: نينا شكرت فيكي جدا. ميلي لمحت كدمات زرقاء على إيد الست، عرفت إن جوزها بيضربها، بصت لها بنظرة فيها سر كبير وقالت لها: أكيد هقدر أساعدك يا فندم، وهستلم الشغل من النهاردة.